دقق من فضلك في كل حاجة بنعملها، فكرا وقولا وسمعا وكل حاجة. سوف تعطونا حسابا، هتدي حساب. ما تفتكرش ان الموضوع هيعدي على ربنا خالص. ما تفتكرش ان اي فكرة شريرة جات لك هتفوت على ربنا ابدا. ما تفتكرش اي قعدة قعدناها مع بعضينا وجبنا سيرة بعض هتعدي على ربنا ابدا. ربنا يجيبها لنا زي شريط الفيديو كده، زي السينما كده. اقعد بقى قدامي كده وهجيب لك حياتك من اول يوم لاخر يوم. فاكر الموقف ده؟ حاجة غريبة يا اخي، الواحد فينا هيفتكر حاجة مثلا من 40 سنة هتفتكرها وربنا هيفكرها لك. يقول يا اديني حساب بقى عن اللي قلته في القعدة دي، اديني حساب عن الكلمة اللي قلتها، اديني حساب عن الفكر ده. مش هنعرف نرد. عشان كده خليك بقى ايه، ريح نفسك من انت قاعد على الارض. خليك امين على الارض هنا افضل، عشان ما تطلع فوق بقى يبقى الموضوع بتاعنا نظيف وحلو. انا يا رب كنت امين في الارض، امين في الارض. تقول لي يعني يا ابونا انا مش هقع. لا، هتقع وهقع وهنعمل كل حاجة، بس اقع بقوم. ليه؟ عندي امانة، عندي امانة. عايز، مش بقدر استحمل ان انا اقع وافضل واقع. هي دي عدم الامانة بقى، ان انا اسيب نفسي، دي عدم امانة. لكن طول ما انت بتقع وبتقوم دي انت عندك امانة. امانة يعني خايف على حياتك فامين عليها، فبتقدر انك تقوم نفسك. هنا الله يفرح بيك.